إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم ظالمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه فرج همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغفرك ونستهدينا أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشيخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا. سوسنا روحيانا شيخ أحمد باسودان ثم إلى روح الجد عبد وجد الوالد أحمد عبد الله وسلم وفرم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا اللهم كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فاتح بالقبول نقرأ هذه الحضرة بسنة الشيخ أحمد بن عبد الله بن سودان ثم إلى الشيخ عبد الله بن أحمد بن سودان ثم إلى روح الوالد أحمد بن عبد الله وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين. غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. اللهم يا كافي البلاء يكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. كافي البلاء يكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي
البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا بسم والمسلمين. الله القادر مقتدر وقاهر لكل قو قادر من الهدى الظالمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وكل باغ مارد وفاجر معاند وكل ضاغ حاسد من البغاة المفسدين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. به نستنصر به نقتدر بسيف منش نكر أعداءنا المعاندين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. والحمد دام سرمدا ودائما مؤبدا وليس يسع عددا لله رب العالمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. سبحان من عز وجل بر الأمان والوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. نسألك رفع البلاء والأذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا بسر والمسلمين. طه المتبى على السبع الأولى والآل أرباب العبا وصحبه المجاهدين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. والتابعين الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا من والمسلمين. مدين وغابري كشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا ثم والمسلمين. الفقيه جدنا وببني ذخرنا علوينا علينا والقدم سقف يا مكين. لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا وبابنه والمسلمين. المخضار يا نذب ذي الأسرار حامي الحمى والجاري الغاضحف الظالمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والعيدروس والمسلمين. فخرنا وشيخنا هدادنا وغاثنا وكنزنا وهو ملاذ يا اللائذين. لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا وشيخ أبو والمسلمين. بكر الهمم من سالم العدب الحسام به بني غاث الأنام العدني حبر النمير. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا وابن زين والمسلمين. أحمدي نور كل مهتدي وجعفر ذي رشدي سلطان كل العارفين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا بذي والمسلمين. اليقين العطاس بالحسين النبرس وبالخليفة براس الغاث كانوا أجمعين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وبشجاع عمدتي غث غياث عدتي ومنكدي من شدتي البركة في القاصدين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وبالوجه والجمال وبالصفي والكمال ومن لهم باتصال من الحضر يا أجمعين. لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. بشيخنا الحلاحل من حل في جلاجل عمر غياث الآمل البرك قطب الكامل. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. والعيدروس الذاكري في كل حال شاكري ومستقيم صابري حاوي خصال المهتدي. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا وابن والمسلمين. سميد المستهرا قطب سيدنا عمر ثم الصفي بحر الدرر قطب الدعاء الناصحين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا بالسر والمسلمين. حامد بن عمر ومن الحسن ذاك الأبر ومن إذا جدر حضر لمن يناديه يا يعين. لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وبالولي بجل حبا النور لأهل الله بالنصيب جاه كل شن وهب لنا حسن يا اليقين. لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم
فلم تزل بنا والمسلمين بمن بهذا الأرض حل شيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والضبنا والمسلمين فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا بسر والمسلمين شيخ جفري عجل لنا باليسر والفضل ثم النصر آمين رب يا العالمين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وعذرة والمسلمين البر الكرام خصوصا سيدنا الإمام عبد الله الآل المكمل المخرج يا أجمعين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وكل والمسلمين من في قدرنا من كل بر مخسنا وسائر أسف لنا نسر حسن مع يا الحسين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وبالعمود والمسلمين الإمام وأولاد الغر الكرام من حوادك المقام من كل كيد من يا مكين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا لحضرة والمسلمين القوم الليوس وعدها يوم الثالث بأن دفن أن المغث من حينة يا قاصدين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا الشيخ ذي والمسلمين حز الأولى وارتاح فيها وعدل مرسومه بين الملا في الوقت شيخ يا العارفين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا الشافعي والمسلمين مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى بما سودا بين يا العالمين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا عين والمسلمين العناية ذو الفضل سقي قوسة المنى نحيا الطريق والسنن فاتح وتاج يا الطالبين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا شيخ والمسلمين الشيوخ الجامع ذي حل قرب الجامع سلك بي يا سامعي بنا يا والمسلمين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا ربنا مطلوبنا بالمصطفى اشرح امرنا وبحق المرتضى اكشف كربنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبأسرار مطلوبنا البذول طبنا بحق الحسنين كلنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبزين مطلوبنا العابدين اغفر لنا وبحق الباقي اتمم نورنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبصدق مطلوبنا صادق جمع شملنا وبحق الكاظم ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبأنوار مطلوبنا الهدى اهدنا معروف الجمال جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبحق مطلوبنا المرء عيسى فاشفنا وابن أحمد سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبأصاف مطلوبنا عبيد نجنا وبعلوي فكمل سعدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبألطاف مطلوبنا الجمال اسمع لنا وبعلوي وعلي ذخرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبمن مطلوبنا شرف مرباطا غدا علوي وعلي نصرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبآيات الفقيه الغاثي غثنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وببنيه مطلوبنا علوي وعلي وشهاب الدين بالكل احمنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبعبد مطلوبنا الله يا علوي وعلى سنوي الغاث اكفنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وجمال مطلوبنا الدين والشيخ ابن غسن سكا في كل عنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وابن مطلوبنا السكران والمختار واخباد الباقي نجل نصرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبحق مطلوبنا الدروس الكتب الفحن نما الغاث فادفع شرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبشيخنا مطلوبنا علي وابنيا وشهاب الدين دمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وبسر مطلوبنا الفخر والغاث الذي حل في عينات فازم خصمنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وابن إسفهام مطلوبنا والمختار ثم الحسين أهل عيدانا وابقنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا والفقير مطلوبنا حمل والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وجمال مطلوبنا الدين جدي وابن العيدروس الحبر فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبشيخي وإمامي والدي قدوة الدين ومصباح الدنا
الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا ربنا فارفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا سادتي إني بكم جار لكم ما خاف قد ضيما نونا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا الناس ومن ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا الأقطام الأوتاد يا خير من حاز المثاني والثناء الله 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 حسبنا ربنا جلنا إلى من مطلوبنا غيركم يا سادتي التجي إن حان خرب نودنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا ليس لي مطلوبنا ملجا سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا هيا مطلوبنا عدلوا لي غاره يدرك العبد بها أقصى المنى الله 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 حسبنا ربنا جلنا ربنا مطلوبنا فاكشف بهم مكروهنا واحمنا من كل خطب ننمنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا ربنا مطلوبنا بالمصطفى الهادي اكفنا كل شر وعدو يا ربنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وصلاة وسلاما دائما يتغشاه بها كل هنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برق أو سنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سلكت فرج كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على البغاة الكائدين آمين يا الله عجل برفع ما نزال آمين يا الله إنك لطيف لم تزال آمين يا الله من غيرك عز وجل آمين يا الله ولاتف بالعالمين آمين يا الله رب اكفنا شر العدا آمين يا الله وخذهم وبددا آمين يا الله واجعلهم لنا فدا آمين يا الله وعبرة للناظرين آمين يا الله يا رب شتت شملهم آمين يا الله يا رب فرق جمعهم آمين يا الله يا رب قلل عدهم آمين يا واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا ونارهم تصبح رماد آمين يا بكافى يا عين صاد آمين يا في الله الحال ولو خائبين آمين يا الله وشر كل ماكرين آمين يا الله وخائن وغادرين آمين يا الله وعين وساحرين آمين يا الله وشر كل المؤذين آمين يا من الله معتد وغاصبين آمين يا الله ومفتر آمين وكاذبين يا الله وفاجر آمين وعائبين يا الله وحاسد وشامتين آمين يا يا الله ربنا يا ربنا آمين يا يا ذا الله البهاء وذا السناء آمين يا الله وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب السائلين آمين يا يسر الله لنا أمورنا آمين يا الله واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله فأنت بسترك آمين أمين يا واغفر الله لنا ذنوبنا آمين يا وكل الله ذنب عندنا آمين يا الله وامن بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب التائبين آمين يا بجاه الله سيدنا الرسول آمين يا الله والحسنين والبتول آمين يا والمرتضى بالفحول آمين يا وجاه الله جبريل الأمين آمين يا ثم الله الصلاة والسلام آمين يا على الله النبي خير الأنام آمين يا وآله الله الغر الكرام آمين يا وصحبه الله والتابعين آمين يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون سيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وهب لنا الخير كله واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ننال كل المطالب كلها في رضا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ونشهد أنك ترانا نور عين اصطفاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء رب الشواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ومن على سنة الهدي يراعي رعاه يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ومن قرأ للقرآن وعى بحق نبا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء منك إليك تحقق أن هذا حكى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وصار قلبه وقلبهم تلا من صفا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء بالفهم والعلم والتعظيم يلحظ سنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء هذا لمن كان حظه من نوافر هنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء صدق العلم جاد لهقا من قدا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء أدركته العناية حيث جئت وجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يسمع ملبي مجيبا صار سمعه دعاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء بك إليك وخيم حاط ساحفنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء على الهنا والمنى والبس شئت وشاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا ربي هب لي في رجاء من رجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا ربي هب لي في رجاء من رجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء واقبل دعائي وقربني مع من دعا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء أنت حسبي وعوني فاشفني بشفاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء قلبي وقلبي والبسني لباسك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ودي روحي بذكري واحميني بحماك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء
وحببك لي وحبب لي محبتك يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء أستغفر الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء واصدق يقيني وثبتني ثبات أولياء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء الحمد لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء صلاة ربي وسلم ما نزل مجنما يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء على النبي المصطفى المحمود خاتم انبياء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء على الحياة الذي يحيا به من حيا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء والآل والصحب والحقنا بحزب اسميا يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف ولي الصالحين كن موالنا وكان يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف جليس الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف مجيب السائلين ربنا واغفر يا من وعاف الخائفين نجنا مما نخاف نستعينك يا معين شفاعا شفاعا يا من الخائفين نجنا مما هب نخاف لنا فتح مبين جاء بالنصر مواب يا من الخائفين نجنا مما وفي نخاف شر المؤذن قفهم عنا كفى يا من الخائفين نجنا مما نخاف والعتاد الظالمين حتهم حتى تلا يا من الخائفين نجنا مما نخاف هم فيهم مبين منهم فيهم مضاف يا من الخائفين نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا بالانصراف يا من الخائفين نجنا مما والذين نخاف هالكين في شفا جرف الهيا يا من الخائفين نجنا مما والطغاة نخاف الباغين اكفهم يا خيرك يا من الخائفين نجنا مما حسبنا نخاف الله المعين هو لا خلاف يا من الخائفين نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من مخاف يا من الخائفين نجنا مما هو رب نخاف العالمين وإليه الانعطاف يا من الخائفين نجنا مما قال الحصن نخاف الحسين من سواه ما نخاف يا من الخائفين نجنا مما وصلاة في نخاف كل حين وسلام الله يا من واف الخائفين نجنا مما نخاف تبلغ الهدي الأمين وآل أصحاب العفاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف خطوها للمسلمين المساكين الضعاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف الله المدين بهم ارحم ورحم يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا 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 توبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفاء الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفان رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا الله مضى رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا تخيب رجي تحت بابك نجي لم يزل بداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائكة جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبيين الجم من أبينا آدم وبنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم واحكم والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم تربه بشار يا إله العالم المكيه المشار يا إله العالم العلوي الأبرار يا إله العالم من بهم حالي يا إله العالم يا أهل عناد يا اليوم إله العالم ما كما هم في الكون يا إله العالم إن بدا مني لون يا إله العالم يطلب للغفران يا إله العالم حسن بن صالح يا إله العالم نور طافي يا إله لا العالم تكن لي فاضل يا إله يا العالم صمد يا
منان يا إله العالم شيخ المشهد يا إله العالم ناصر أحمد يا إله العالم ثم الجاد يا إله بالمعاني العالم لهم شاد يا إله لنا العالم بالمطلوب يا إله والفرج العالم مثل أيوب يا إله العالم وبفرح يعقوب يا إله حين العالم زالت الأحزان يا إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله واعف العالم عما تعلم يا إله فإن العالم جودك قد عام يا إله انس العالم خلق يا والجان إله العالم ودروس القرآن يا إله العالم واجتماع يا الإخوان إله العالم لدعاء الرحمن يا إله العالم سرهم والعلان يا إله العالم الحبيب المحضار يا إله العالم قائما بالأسحار يا إله العالم قائلا يا غفار يا إله العالم لنا بالغفران يا إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا الكل اجمع يا إله العالم ومن لك يضرع يا إله العالم غالبا للإحسان يا إله العالم وصلاة تترى يا إله لمن خص العالم بالإسراء يا إله العالم وذويه ضرا يا إله في العالم جميع يا الأزمان العالم يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مات يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا موجد الخلق ترى وموسع الكل برا أسألك أسبل سترى على القبائل والأخطاء يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا من كنا يرى سر قلبي حسب ابتلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح كسودي والأعمال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا ملك الملك يا يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة
فيها البلايا مقيمة وغشها آفة وشغال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا. ويح نفس الغوية حني سبيل سوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا. ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا كنا. خير كافي أهلل علينا العوافي فليس ساسا مخافي عليك توصل وجمال. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا يا ربي الله عبدك ببابك لا إله إلا الله شالم عذابك لا إله إلا ويرتدي الله لثوابك لا إله إلا وغيث الله رحمتك هطال لا إله إلا وقد الله أتاك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفكره لا إله إلا وزن الله بيسرك عسره لا إله إلا بمحض الله جودك والإفضال لا إله إلا من الله عليه بتوبة لا إله إلا تغسله الله من كل حوبة لا إله إلا واعصمه الله من شر أوبة لا إله إلا لكل الله ما أنه قد حال لا إله إلا فأنت الله مولى الموالي لا إله إلا المنفرد الله بالكمال لا إله إلا وبالعلا الله والتعالي لا إله إلا على الله عن ضرب الأمثال لا إله إلا جود الله وفضل وبرك لا إله إلا جود وبش الله وقهرك لا إله إلا يخشى الله وذكرك لا وشكرك إله إلا لازم الله حمد لا والإجلال إله إلا يا الله ربي أنت ناصري لا إله إلا فلكني الله كل خيري لا إله إلا واجعل الله جنانك مصيري لا إله إلا واختم الله بالإيمان اللجال لا إله إلا وصل الله في كل حالة لا إله إلا ولا الله مزيل الضلالة لا إله إلا كلمته الله الغزالة لا إله إلا الله محمد الهدي الدال لا إله إلا والحمد الله لله شكرا لا إله إلا على الله نعم منه تترى لا إله إلا أحمد الله سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا يا الله أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا المسلمين. ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. فدرك إلهي ضرا قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.
والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تزيل العنا عنا وتذلي المنى منا وكل الهنا نعطه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجاه المسلمين الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على للمنكرات المسلمين يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يقهر كل طغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين المسلمين الشاكرين وتوفانا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي المسلمين جزيل وكل فكرك جميل وفيك آملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي ثقل المسلمين هناك من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واغفر لكل المسلمين الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي عذى المؤذيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إذا ذن الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الصلاة المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشى الخضر عسلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب الله مشى الخضر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب بحمد الله الله ونستمد بالله بجاه الله نفوز بحول الله مشى الخضر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب بفضله الله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله مشى الخضر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب بعد جاء الله النظم من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله مشى الخضر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب بالغالب الله المخضر المخبد الصبر مطهر الأسرار سليل أهل الله مشى الخضر سلنا نظر بجاه الله يمحو
حزن البلد الله القدوة السادة صفوة ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن مثل الإمام الله الفخر عني رفيع القدر كالشمس لك البدر يضي لخلق الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن أبو بكر بن الله سالم هو حذف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن ويبكي الغارق الله إن كان به واثق يلهق بالسابق هذا بفضل الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن لما قرأه الله العبد فحش ذا من نجد وقال لعل الساعد يأتي بجود الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن عبد الله الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن وأسى بحق الله القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن لأنه الله حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن سندي الله غارة في الحلب الدارة ما في الكبد مارة الله 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 أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن الله ووض الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن كفاك فما الله بداوا لأصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن ادعوا لنا الله نصر بالسيف والقدرة وكل ما نكره حوشوه شيء لله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن حيا بكم حيا الله للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن قدوم الله جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الوقت جار الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن والمصطفى الطاهر الله والمرتضى الناصر وبناه البكر والكل حزب الله أضرس لنا نظرة بجهل الله حسبي حزن بهم حسبهم الله صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله أضرس لنا نظرة بجهل الله حزن وصل الله وسلم دب على النبي المحبوب يصل المطلوب أجمع بفضل الله أضرس آمين يا لنا ربي. نظرة بجهل الله حزن الله الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أهل العقول السالمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن قوموا الخاتمة بهم عازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله الخاتمة بها يا الله بها دواء عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا إن بان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن من الخاتمة كان دان أو نسب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ثم الخاتمة إذا مت أتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعوك وألحدود وصرت جيف خاما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشا عدم الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمكر وإنما هي يا للممات الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا
الخاتمة. يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله يا الله زلال، بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فتحنا حين الانتقال والعمر ولا في يا الله ضلال، بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يولي درجات في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خليل قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي عم الفقيه وابن أحمد وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله ابن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبي بكر سكران وشيخ عمر المهضر وإخوانهما وشيخ عبد الله علي الدروس وأولاده أبي بكر الأدني وإخوانه قطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي الحسن الشاذلي الإمام الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين وشيخ محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبي بكر بن عبد الله باشميل وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه أقيل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب والحبيب أحمد بن زن الهبشي والحبيب أحمد بن محمد الهبشي مولى شئب والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي علامة الدنيا والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر بن حسين بن طاهر إمام مهدي الأحقاف الحبيب عمر بن سقا بن محمد الصافي السقا وسيدنا أحمد بن محمد المهضر وسيدنا محمد بن أحمد المهضر وسيدنا أبي بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب علوي بن علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب أنيس بن علوي بن علي بن محمد الهبشي والحبيب عبد الله بن شال الدروس والحبيب أحمد بن إدريس على الدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري الحبيب مهدي الشاتري الحبيب أبو بكر الشاتري الحبيب حسن الشاتري الحبيب سالم الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين الحبيب أبو بكر بن الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي الحبيب جعفر بن شيخ السقاف الحبيب علوي بن السقاف الحبيب صالح بن حسين الحامد تانغول الحبيب عبد الله بن علي الحداد سانغين الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتان الحبيب علي بن حسين على الطاس بنgur الحبيب محمد بن إدريس الحبشي الحبيب محمد بن حسين الإدريس الحبيب إدريس بن سالم الجفري الحبيب علوي والحسين بن محمد بن ظاهر الحداد الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه مالك الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف جدة الحبيب جعفر الحبيب أحمد مشهور بن ضاها الحداد الحبيب السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحبيب عمر الحبيب حسن بن محمد بن هند السقاف الحبيب حسن بهارون الحبيب إدريس بن الحبيب شيخ بن إدريس الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف الحبيب عمر والحبيب يحيى بن أحمد والحبيب يحيى بن أحمد القدري الحبيب عمر بن علي السقاف
ثم أسس إلى روح الجد به مهاجر به علي رستم به عبد الله به مزينة كي حمد قشيري كي خليل كي مشهود بن يمسوف وصولهم وفروهم ثم أسس إلى روحي كي منير علي كي برهان كي أنس كي زين العابدين كي بدر قمر وصولهم وفروهم ثم أسس إلى روحي كي عبد الحميد بن عبد الله عمر باسوروان ثم أسس إلى روحي كي نواوي بن حسن سيدوغري كي حسني كي خليل كي عبد العليم بن عبد الجليل سيدوغري كي نواوي بن عبد الجليل سيدوغري وجميل مشايخ سيدوغري ثم أسس إلى روحي كي نور سالم بدوغاتون كي هاشم رفي بدوغاتون كي جاسم بن نور سالم وجميل مشايخ بدوغاتون ثم أسس إلى روحي كي علي مرتضى كي أحمد جفري كي محمد سبدر وجميل مشايخ بسو ثم أسس إلى روحي ثم أسس وجميع ساداتنا علي أبي علوي وشيخ سعد العمودي وشيخ سالم بن فضل وفضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن أحمد بسودان ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالده وجميع المسلمين أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سبب لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافية ويدرح بها الخير والبركة ويجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والإهداء والإداب وبسلفنا الصالحين أن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه قال الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في كتابه فيض الأسرار قال بعض العلماء واختلف الأئمة أيهما أفضل شرف العلم أم شرف النسب النبوي فذهب جمع إلى تفضيل الثاني قالوا لأنه ذاتي والثاني عرضي ثم رجح الأول. وقد وقفت على نقل معزو إلى سيد العارف بالله تعالى السيد وجيه الدين عبد الرحمن بن مصطفى العدروس بعلوي قدس الله روحه ويتضمن صورة مناظرة بين القائل بتفضيل شرف النسب والقائل بتفضيل شرف العلم ومن جملتها أن القائل بتفضيل شرف النسب أورد على القائل بتفضيل شرف العلم أنه إذا جن شريف هل يسمى شريفا أم لا فقال نعم يسمى شريفا قال فالعالم إذا جن لا يسمى عالما فحينئذ قامت الحجة واتضح الفرق بين الشرف الذاتي والعرضي
وهذا الخلاف مع فرض أن شرف الذات عار عن العرض والكل فضل الله تعالى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Syekh Al-Allamah Abdullah bin Ahmad Basaudan, semoga kita mendapatkan keberkahannya, fi kitabihi Faidil Asrar, dalam kitabnya yang bernama Faidil Asrar, beliau menjelaskan tentang al-farqu, perbedaan di antara seorang syarif adzati, yakni para habaib yang kemuliaannya ada pada dirinya, dan kemuliaan yang dikatakan aradi, yaitu para ulama yang mulia karena ilmunya. Sebagian mengatakan syaraful ilmi am syarafun nasabin nabawi, mana yang lebih utama, ayyuhumal afdal, apakah dzurriyyah nabi yang sifatnya adalah melekat pada dirinya yang berupa lahman wadama, darah daging kanjeng Nabi, am syarafun nasab an-nabawi am syaraful ilm. Fadhahaba jam'un ila tafdhili tsani, maka sebagian besar ulama memilih ila tafdhili tsani, kepada kemuliaan yang nomor dua, yakni para habaib, para dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu dzati, kenapa? Karena kemuliaan dzurriyyah Rasul adalah merupakan dzati yang tidak bisa dipisah antara beliau, lahman wa daman. Wa tsani aradi, sedangkan yang kedua para ulama yang mendapatkan kemuliaan aradi, karena tidak dzati, bisa dicabut, bisa diambil ilmu tersebut. Akan tetapi jika dzati ada pada dirinya, tidak mungkin saya rasa nyek daging, saya rasa bisa nyalin dari daging sobung, tapi ilmu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqaftu ala naklin ma'zuwin ila Sayyidil Arif billah Sayyid Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus Ba'alawi. Beliau Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus mengatakan, di situ banyak perdebatan di antara para ulama, munadharah bainal gail, di antara ada yang mengatakan tafdhili syarafin nasab wal gail bi tafdhili syarafil ilm. Ada yang berpendapat adalah ulama yang lebih mulia karena ilmunya, ada yang berpendapat syarafun nasab, kemuliaan nasab. Ala kulli hal annal gail wa min jumlatiha annal gail bi tafdhili syarafin nasab awrada 'alal gail bi tafdhili syarafil ilm. Ada yang kalau yang berpendapat bahwa kemuliaan nasab adalah lebih mulia daripada keutamaan ilmu, ya terserah, karena mereka mempunyai dalil, mempunyai argumen atau pedoman bi. Tetapi bisa kita kasih gambaran, kata beliau Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau memberikan gambaran, idza junna syarifu hal yusamma syarifan amla. Mohon bada maaf, dzurriyyah kanjeng Nabi saumpamana oba akal atau akal ke orang stres matalan gila, hal yusamma syarifan amla, fagal na'am, iya tetap turunan reng mulja, walaupun gila, walaupun berubah akal pikiran, walaupun junna, tetapi tak bisa ngelangake sifat dzati, saya melekat ning dere daging dzurriyyah Gusti Kanjeng Nabi. Fal alim idza junna hal yusamma alima, ketika orang alim yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala junna gila, karena ilmu gila berning otak, berning akal pikiran. Jelas bila akal berubah otomatis tak bisa mikir. Tak bisa mikir nih gila saumpama. Ya mosok bisa sih dia. Can sampean ngiding-ngiring gila. Ya tak bener, can ngelanyar, can ngelantur. Karena apa? Karena tak normal akal lah. Dari ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita petik dalil. Jelas sudah hujjah al-wadhihah al-farqu baina syarafidz dzati wal aradi. Kemuliaan yang dzati yang sifatnya melekat terus menerus, wal aradi sifatnya yang bisa diambil kapan saja. Wa hadzal khilaf ma'a fardhi anna syarafadz dzati 'arin 'alal aradi wal kullu fadlullah. Setajane ke fadl dari Gusti Allah, setajane ke keutamaan dari Gusti Allah. Dari daging Kanjeng Nabi fadlullah. Kuli sampean tak bisa dadi habaib, tak bisa dadi dzurriyyah Kanjeng Nabi, wis tak bisa. Tak bisa ada daftar nyalon, tak bisa. Tidak ada ya ilmu bayi. Syarafun nasab, tak keneng. Ya syaraful ilm. Kemuliaan ilmu neka jak sampai kuli sampean tandi kemuliaan sekali. La nasab wala ibadah wala ilm, ya tambah durakah, tambah tak tiba apa. Nah begitulah
perbedaan antara orang semulja kelaban nasabah ben orang mulja kelaban ilmuna. Ala kulli hal, dzurriyyah Nabi orang yang hebat. Dzurriyyah Nabi adalah orang yang jelas nasabah nyambung langsung dari Kanjeng Nabi. Adapun ulama, kita jangan meremehkan ulama. Tanpa ulama kulaban panjenengan tak bisa ngerti halal haram karena setiap nikah ilmu ekebet ini para ulama. Diriwayatkan situng bakto ingki gak dinto anna Zaid bin Thabit rakiba yauman fa akhadha Ibnu Abbas birikabihi. Satu saat Sayyidina Zaid ibn Thabit kelihatan beliau baru datang untuk menuju satu tempat ke masjid mungkin ya. Kemudian lihat Abdullah bin Abbas sepuapun Kanjeng Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abbas pamanan Kanjeng Nabi karena Sayyid Abbas setretan sareng Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas melihat orang alim, melihat Zaid bin Thabit ulama us-sahabah wa min habri sahabah min kibari sahabah, Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung sekalian bergegas untuk mengambil daripada fa'akhadh Ibn Abbas birikabih, mengambil tali kuda yang dipakai oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena saat mereka repot, Sayyidina Zaid bin Thabit mangkerjaran repot untuk mangkerjaran repot. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat ulama besar seperti ini yang sudah tua, beliau bergegas untuk mengambil tali atau tampar daripada kuda beliau. Etalaen bi Sayyidina Abdullah bin Abbas pinaraaki etakuin toron apa toron pas talen etale. Faqala tanaha ya bna ammi Rasulillah. Tanaha. Jak daya. Jak sini kesampian. Sampian ke putrana Sayyidina Abbas, sampian ke sahabon Kanjeng Nabi. Tanah ya bena ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan begitu. Mikir pon jak sini ka. Tak senang Sayyidina Zaid bin Thabit aroma secengkolang, aroma cek cengkolang, aroma cek kurang ajar, kurang adab. Faqala hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ana. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk menghormat kepada ulama kita wa kubara'ina dan menghormat kepada yang lebih tua. Hakadza umirna. Kami diperintahkan seperti ini. Kami dididik seperti ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kami dididik untuk menghormat ulama, kami dididik untuk menghormat yang lebih tua. Hakadza umirna. Tak kalah pintar Sayyidina Zaid bin Thabit. Faqal Zaid bin Thabit arini yadak. Ya Abdullah bin Abbas, ya bin ammi Rasulillah, arini yadak. Nyonga tak nang sampean? Jongo. Baki bi Sayyidina Abdullah bin Abbas tak ngerti. Fa akhraja yadahu baki ta nang faqabbalaha. Cium ta nang Sayyidina Abdullah bin Abbas si umur lebih ngode. Sayyidina Zaid bin Thabit ampun sepuh. Wa kubara'us sahabah termasuk pangrajana sahabat, ulama sahabah. Ku ta nang pas cium tarik dedet bi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tanah hajak seneka, kula ni ngode dari sambian lebih tua dari kula, ilmu kula tak banyak. Hakadza umirna an naf'al bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gisi neka kula bila na perintah bi Kanjeng Nabi untuk memuliakan ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teti imbang keluarga Nabi menghormat deka ulama menghormat deka para habaib. Lemang kene kemulain beda orang-orang oknum-oknum sebeda ning di antara keduanya untuk memisah hubungan antara para ulama dan habaib. Sekiranya ulama pegel dekat habaib, sekira habaib tanda ke ulama terus. Karena dua ini kemana bolong. Kanan adalah dzurriyyah Nabi, merepat sekacir adalah ulama. Salah situngnya tutup maka tak sempurna. Sekacirnya tutup, sekanan tak sempurna. Boleh tutup kapi. Beda orang-orang berusaha untuk memecah belah antara hubungan ulama dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, muljoon engko seandainya karena ilmu. Silahkan. Bener. Muljoon dina karena nasab Rasulullah. Monggo pada beda dalil BTB setajane ka fadlullah, setajane ka papareng dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami lebih mulja pada muljana tetapi
Satu contoh, mun se habaib se duriyah kala epon tut agala berubah akal ya pakun tetap duriyah. Tetapi mun ilmu bisa cabut karena ilmu kebanyakan berdeng akal, bisa mikir ilmu ya sebab akal, tetapi akal mulai cabut bi Gusti Allah, maka ilmu norok kia. Oleh karena itu ini kan perbedaan. Al-farqu bainahuma, tetapi ala kulli hal tugas kul panjenengan hormat dekat duriyah Nabi, hormat dekat para ulama. Tanpa ulama laulal ulama la saran nasu kulluhum kal bahaim. Tanpa ulama maka manusia akan menjadi seperti hewan ternak, seperti hewan buas. Bahkan ulama pun dikatakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyebut para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama disebut dalam Al-Qur'an. Ya, kata-kata ulama disebut dalam Al-Qur'an. Teti cek norok patono orang sing ngajak becik dekat dzurriyyah keluarga Kanjeng Nabi, ye cek norok patoh ocan orang sejak ngajak becik dekat para ulama stabil, balance. Tak kengebasan, tak ketrebelen, ngebas gelu suara adem gulendem horek ya. Ngetreng gelu ya tak nyaman. Tadi sedengan bela. Tawassut, cinta dekat habaib, cinta ke ulama. Cek sampai norok pato orang sing ngajak becik dekat dzurriyyah Nabi, benjek sampai norok pato sing ngajak becik dekat para ulama. Keduanya adalah pelita kita, keduanya adalah panutan kita, keduanya adalah pembimbing dan penuntun kita. Tanpa habaib tak mungkin, karena setiap nikah torona Kanjeng Nabi nikah ampun la yenas dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala pun la jelasaki keluarga-keluarga Gusti Kanjeng Nabi mutahhirukum ahla baitihi tathira. Mereka adalah orang-orang yang suci, mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sapa nyampung kuaku di saat nasab-nasab nikah peke kecuali nasab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kulit sampean intisab secara dzati tak bisa. Intisab dekat Rasulullah secara dzati tak bisa. Terus keluarga Kanjeng Nabi tak bisa. Derma akhlakkah nur akhlak Kanjeng Nabi, sunnah ilmuna sebagaimana Salman Al-Farisi karena begitu cinta ada ke Gusti Kanjeng Nabi, begitu cinta ada keluarga Kanjeng Nabi. Salmanu minna ahlal bait, Salman termasuk tang keluarga daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa, orang Faris, orang Paris, Salman Al-Farisi, tapi Nabi SAW begitu cinta ada ke Salman Al-Farisi, ben Sayyidina Salman Al-Farisi cinta betul ke Kanjeng Nabi, ben ke keluarga Kanjeng Nabi. Salmanu minna ahlal bait, yakoh tina Kanjeng Nabi sebagai keluarga. Keluarga tak harus nasab, bisa kelaben sabab nasab kelaben napa neka hubungan neka dek Kanjeng Nabi ben dekat turun Kanjeng Nabi bisa kelaben nasab, yakni jelas pun keluargana kulit sampian kelaben sabab bae. Kayak nyelekek ke habaib ya, rok bunte insyaallah pakai tonton ben para habaib, tonton apa kidah tuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb matur muka pada selamat kula panjenengan, jangal bengal cat nyacat da keluarga Kanjeng Nabi, ben jangal bengal nyacat da para ulama. Al ulama warathatul anbiya, karena sampean mun nyacat ulama, luhumul ulama masmum, daging ulama ni kaabelet, daging ulama ni keberacun. Mon ulama nerima, tetapi Allah Subhanahu wa taala kadang tak terima mon ulama diperlakukan dengan nikah. Kaula gebeter keadaan coboh musibah sing nikah rajana kadang benih karena orang si ahli maksiat meloloh, karena mungkin kekurangan kaul panjenengan azim selebih tua, korang menghargai dekat dzurriyyah, korang menghargai dekat para ulama sing kesetuju. Kebein mainan, kebebahan ledekan, kebebahan tertawaan, kebein locon, bahkan Rasulullah SAW pun kebein candaan agama, kebein mainan lah, kebeteraki nikah. Saya kata kok mendeteng bentun Allah SWT termuka mungkin pada para habaib, pada para ulama, insyaallah mentermuka para selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin ya Allah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين